اوعى تشتري في التجمع السادس بارت 2. لما عملت بارت 1 جالي كومنتس كتير جدا، ناس كتيرة قوي عايزة تفهم هو ايه التجمع السادس، مكانه فين تحديدا. علشان كده حبيت ان انا اعمل بارت 2 اشرح فيه بالتفصيل اكتر مكان التجمع السادس واهمية المكان ده. التجمع السادس هو موجود في شرق القاهرة الجديدة، قريب من العاصمة الإدارية. وده معناه إيه؟ ده معناه إن هو قريب من كل المشاريع اللي بيتم تطويرها في العاصمة الإدارية، من الوزارات اللي هتكون بتشتغل من هناك، من كمان البنوك. هو على محور محمد بن زايد الشمالي، وده المحور ماسك مناطق كتير قوي. فانت ده معناه ان انت تقدر تروح او تيجي من التجمع السادس والى التجمع السادس من مناطق كتير قوي بمنتهى السهولة. قريب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق السويس. وده معناه ايه بقى؟ معناه ان انت من اي مكان في القاهرة هتقدر تروح التجمع السادس، وكمان من المحافظات هيبقى الوصول للتجمع السادس سهل جدا. التجمع السادس زمان كان اسمه محور الأمل أو مثلث الأمل، اللي هو المنطقة اللي قدام هايد بارك من بعد الكارتة لو انت ماشي على التسعين الجنوبي. زي ما شفنا من كل مميزات اللوكيشن، هو لوكيشن مميز جدا جدا، موقع استراتيجي حرفيا، انت قريب من كل حاجة. مين بقى الناس او ديفلوبر اللي نازلين في التجمع السادس؟ هنلاقي اورا او زد نجيب ساويرس، طبعا هنلاقي لافيستا، هنلاقي بيتر هوم، هنلاقي مراكز، هنلاقي الكازار نازلين بمشروعين هناك. مشروع نزلوا بيه السنه اللي فاتت، ومشروع جديد لسه بين بري لونش، يعني بنجمع اي الفتره دي، مشروع فيلل فقط. هنلاقي بيتر هوم اللي نازلين بتايب حلوه قوي، 360 متر، هو فيلل فقط. الفيلا 360 متر، ارضي اول تاني روف. التايب ده مش موجود، مش هتلاقوا دايما الفيلل ارضي او روف، لا هم نازلين بكونسبت فاميلي هاوس، نازلين كمان باسعار حلوه قوي. الفيلا ب 18 مليون، فيلا بالمساحه دي ب 18 مليون. الحقيقه هم نازلين يحرقوا اسعار. هنلاقي كمان كومباوند الكا، هنلاقي كومباوند تبع ميرجنز، ده كومباوند شقق وحاليا فتحوا في البيع، يعني دلوقتي هو اوبن انفنتوري. الحقيقة التجمع السادس هو مصنف إسكان فاخر، علشان كده هو سعر المتر هناك عالي، نظرا لحاجات كتير، للموقع الاستراتيجي اللي أنا قلت عليه، نظرا للبنية التحتية القوية جدا اللي هيئة المجتمعات العمرانية مهتمة بيها الفترة دي، نظرا كمان للأسامي الكبيرة اللي نازلة هناك. علشان كده هنلاقي إن أسعار التجمع السادس هي مش الأسعار الرخيصة، يعني احنا بنتكلم في متوسطات من 60 ل 90 ألف للمتر. أغلب الشقق هناك متشطبة. بنتكلم في الفيلات ستارتنج من 18 مليون، وده سعر حلو جدا للفيلات. فالخلاصة ان التجمع السادس هو فرصة استثمارية قوية جدا جدا، بس زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، المستثمر اللي عاوز يدخل يدفع مقدم وقسطين ويبيع لا، الناس اللي عايزة تسكن في خلال 2-3 لا. بخلاف ده التجمع السادس هو فرصة حلوة جدا. السنة دي الأسعار، السنة الجاية هنشوف أسعار مختلفة تماما، وهكذا وهكذا. زي ما الجولدن سكوير بدأ. الجولدن سكوير احنا كان في شقق بتتباع جوه كومباوند محترمة جدا في الجولدن سكوير، كنا بنبيع الشقة ب2 مليون ونص و3 مليون. حاليا القطين في الكومباوند المحترمة في الجولدن سكوير وصلت ل 13 مليون و14 مليون الشقة القطين. فبالتالي الناس اللي عايزة تستفيد بفرصة التجمع السادس، استفيدوا بالفرصة دي، هي فرصة كويسة قوي. هتاخد حاجة على اقساط طويلة، 7 سنين و8 سنين، هتاخد حاجة مع مطور محترم. المطورين اللي هناك كلهم عندهم سابقة أعمال موجودة على أرض الواقع. لو محتاجين تفاصيل أكتر عن التجمع السادس كلموني أو ابعتولي وأنا هكلمكم. شكرا لكم.